نديرو شوربه فريش اللوز تاع الدجاج مليح. دركا كي حمار طابلنا الدجاج هذا ندخل البصله نخليوها مليح ومن بعد نلوحو لها طماطم. نخليها مليح من بعد نلوحو لها طماطم طماطم مرحيه ودركا كيما طابنا البصله نلوحو دركا طماطم مسكرفجه حبه طماطم ولا اللي تحب دير نص حبه. نخليو الطماطم تقلى مليح مع البصله والدجاج ومن بعد نديرو التوابل تاعنا. هذا هما التوابل تاعنا اللي نلوحوهم كما تشوفوا. هاكو مليح كنقلاو ومن بعد نلوحو الطماطم والهريسه نلوحو المعدنوس والدبشه. راح ندير نص مغرف هريسه ومغرف طماطم نستعمل طماطم افريل ديال البنه في الماكله احسن طماطم انا تعجبني نستعملها غير هي. مليح هكا ونخليها تقلى مليح ونزيد نلوح الدبشه تاعي نشتيها هكا ما نشتيش نديرها ربطه هكا تقلقوع الكيف دير البنه في الماكله ما عنديش ياسر الدبشه. نخليها تقلى ومن بعد نرجع لكم. ودركا نلوح الماء شويه ماء ونخليها تقلى. نوصيكم برك كي ديروا كي تكونوا تقليو ما ديروش ما تلوحوش الماء على الدجاج على خاطر كي تلوحوا الماء على الدجاج يولي ما يديرش ما يطلقش البنه تاعو. ديما بعد الدجاج ولوحوا الماء هكذا باش تجي الماكله تاعكم بنينه مش دير تجيكم شغل صامته ولا اخر لا خاطر الدجاج ما يحبش يكون كيما هيك تلوحوا له الماء فهمتوني. كما تشوفوا راهي تتقلى دركا نزيد لها شويه ماء كيما هيك ونخليها تقلى مليح. هكذا خليها تقلى مليح
ومن بعد نمرقها ونقفل عليها نخليها طيب مدة نص ساعة ونفتح عليها. دوكا نخليها تقلى ومن بعد نرجع ليكم راهو يتقلى. انا نشتي نلوح في الشوربه تاعي الرنق. ودركا راهو تقلى مليح، راح نلوحلو الماء، نلوح الماء هكذا. هكذا ونخليه يتكتك شويه هكا ونلوحلو الفريك تاعي ونقفل عليه. شوفوا البنات دركا بعد ما طقطق نلوح الفريك تاعي بعد ما غسلته وصفيته. هاولي نلوحو دركا ونخليه يطيب على نار هاديه حتى يطيب مليح ويختار. هذه هي شوربه الفريك، والله صدقوني تجي بنينه على الكيف. بعد ما يطيب ونرجع لكم نخليكم درك.